ازيكم حبايبي، ورجعت لكم بفيديو جديد. طبعا انا عملت معاكم الجاتو قبل كده، بس انطلب مني للمره التانية او التالتة ان انا اعمل لكم بعض الافكار للجاتو، لانه في بنات كتير فتحت مشاريع اونلاين الحمد لله. انا بس محتاجه دعوه حلوه منكم، لكل بنت اتعلمت مني حاجه او استفادت مني بمعلومه. دعوه حلوه ان شاء الله منكم، تستنى لي ان شاء الله. وهفيدكم ان شاء الله وهساعدكم ان شاء الله كلكم، ربنا يوفقكم كلكم. طبعا في ظل الغلاء الاسعار اللي احنا فيه ده، ففي بنات كتير بتحاول ان هي تساعد وتعمل مشروع اونلاين عشان تقدر ان هي تصرف، وربنا يعين كل واحد على اولاده. ويلا بينا نسمي ونصلي على الرسول ونشوف مع بعض المقادير. طبعا احنا عملنا الاسبونش قبل كده، لازم يتعمل ويتساب قبلها بيوم عشان تقدري تقطعيه بكل سهوله. بقطعه بالترانش المشرشر او سكينه مشرشره اللي متوفره عندك. انا عندي طبعا قطعه الكيك اللي بتظبطه وبتطلع القطعه متساويه، بس ما رضيتش استخدمها علشان ابسط لكم الدنيا خالص. زي ما انتم شايفين قطعتها لاربع طبقات، وبحاول ان انا اسويها. حتى لو في طبقه مش ما اتظبطتش او طبقتين مش مشكله خالص، كل ده بيبقى في النص في الحشو مش هيأثر. السيرب عباره عن كوبايه ميه، نص كوبايه سكر، عليها عصره ليمونه، تغلي غلوه ونشيل من على النار، وبعد كده نسيبها تبرد ونحط لها شويه فانيليا. الكريم شانتيه انا بستخدم يا اما نوع المتحده يا نوع هايبر، دول افضل انواع حتى لو سعرهم غالي شويه، بس بيدوكي نتيجه ممتازه. بتضربي مع حليب، بتحطي ربع كيلو بتحطي عليه نص كيلو حليب، وبتحطي عليه شويه سكر على حسب طبعا انت بتحبي سكره ايه، وبنبدا نسقي بالشكل اللي انت شايفاه ده. طبعا تقدروا تكلفوا الجاتو اكتر من كده، تقدروا تحشوا. يعني انا ساعات كنت بحشي نوتيلا لو الامكانيات تسمح، او هتعمليه لبيتك، او حد من العملاء بتوعك حابب ان انت تعملي جاتوه فخم يعني، هتبداي تستخدمي نوتيلا، تستخدمي مكسرات، وتبداي تحشي ده مع الشوكولاتات. تمام، او جناش شوكولاته. في افكار كتير للشوكولاته، وتقدري تكلفي وتعملي جاتوه رائع. بس احنا بنعمل في ظل الغلاء اللي احنا فيه حاجه اقتصاديه وسعرها يكون معقول وفي متناول كل العملاء. تمام، بتبداي ان انتي تغطي بالكريم شانتيه. انا بحط كميه قليله من الكريم شانتيه، لان انا اللي عندي بيحبوا الكريم شانتيه قليل، ما بيحبوش كميات كتيره. بس انتوا لو حابين ان انتوا تزودوا زودوا، مفيش مشكله. تمام. بس ما تكتروش قوي عشان تبقى قطعه الجاتوه متماسكه تمام، وتضغطوا ضغط خفيفه على كل طبقه عشان يبدا يتماسك الجاتوه كله مع بعضه. ولو الحشوات طبعا حطيته مكسرات، حطيته جناش، ده بيبقى افضل كتير. طبعا حطيته نوتيلا بيبقى افضل كتير، حطيته لوتس، زي ما تحبوا احشوا بالحاجات اللي انتوا بتحبوها. تمام، بنبدأ نغطي. طبعا المفروض ان انا كنت غطيت فوق الاول وبعد كده قطعت الطروف، بس مفيش مشكلة. حطيت طبقة من الكريم كراميل خفيفة وفردتها، وحطيت روزيتات بالكيس الحلواني، وصوص شوكولاتة ببدأ ان انا ازين بيه. عادي اعملوا اي رسومات. معلش انا ايدي مهزوزه شويه لان انا بقالي فتره ما اشتغلتش، في اول قطعه ما اتظبطتش في الرسمه قوي، مفيش مشكله حتى لو عملت معاكم كده، او كذا قطعه الرسمه ما كانتش مظبوطه قوي. ما تزعلوش من ده، عادي، ايديكوا هتاخد على الموضوع مع الشغل. يعني كل ما اشتغلتوا اكتر وكل ما طلعتوا قطع جاتوه اكتر، هتلاقوا ايديكوا ظبطت جدا في الرسومات، وهتجيبوا افكار. تقدروا تجيبوا افكار من على الانترنت، اي رسومات بسيطة واشتغلي عادي. اهم حاجة الخامات تكون كويسة، والطعم والجودة تكون كويسة، والنظافة اهم حاجة. بتطلع لك قطعة جاتوه خفيفة وحلوة، والتزمي بالمقادير اللي انا بشتغل بيها. تمام، وده شكل الجاتوه. اي رسومات خطوط اي اشكال انت حباها، اهم حاجه طعم الجاتوه. وطبعا الشكل برضو مهم، بس واحده واحده ايديكي هتظبط. تمام. وتقدري تعمليها لاولادك، لاصحابك، لحبايبك، لاهلك. تاخديها بدل ما تشتري دستة جاتوه بمبلغ وقدره، تقدري تاخديها معاكي تعمليها في البيت، ومش هيصدقوا ان انت عاملاها في البيت. انا حطيت طبعا كريسبي شوكولاته زي ما انتم شايفين، ونقطع عليه كده بصوص الشوكولاته. اتمنى يكون الفيديو خفيف على قلبكم، وما تنسونيش في اللايك والشير والسبسكرايب. وزي ما انتم شايفين قطعة الجاتو خفيفة جدا بجد، هتعجبكم قوي، بس التزموا بالمقادير. واتمنى دعوة حلوة لكل بنت فتحت مشروع اونلاين واستفادت مني معلومة واحدة. دعوة حلوة كده من القلب ليكم. ومتشكرة جدا على كل كومنتاتكم الجميلة، ومتشكرة جدا على دعمكم ليا. ومتشكرة لكل الناس اللي انا غبت وسألوا عليا وحابين ان انا ارجع، وان شاء الله هرجع لكم بقوة باذن الله، وربنا يعيني واعمل لكم احلى فيديوهات، وربنا يوفقكم ويوفقني ان شاء الله.
اتمنى يكون الفيديو خفيف على قلبكم، وان شاء الله كل الفيديوهات المطلوبة مني هعملها لكم الفترة اللي جاية. وزي ما انتم شايفين الجاتو جميل جدا جدا يعني، وخفيف جدا، وهيعجب اولادك، هيعجب صحابك، هيعجب اهلك. اي حد هتاخدي له الجاتو ده مش هيصدق ان انت عاملاه في البيت، رغم ان هو بسيط جدا جدا زي ما انتم شايفين. كان معكم زهرة المصري، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.